في الفيديو ده هنتكلم ازاي تجمع فلوس للستارت اب بتاعتك او البيزنس بتاعك. مهم جدا ان انت اوريدي تكون عملت بزنس موديل كانفاس وعملت MVP وجالك ملاحظات جيده من الزباين بتوعك. لو قالت لك رايها ودفعت فلوس يبقى انت موقفك احسن بكتير اما تيجي تعمل ريزنج للفاندز. مهم جدا ان انت اوريدي تكون عملت فاليديشن للفكره بتاعتك بالسبع اسئله اللي قلناهم، وعملت بزنس موديل كانفاس وعملت MVP وجالك ملاحظات جيده من الزباين بتوعك. ويفضل كمان لو ابتديت تعمل ايرادات حتى لو التكاليف اعلى، بس يفضل ان انت اوريدي نزلت الماركت والناس قالت لك رايها في المنتج بتاعك. لو قالت لك رايها ودفعت فلوس يبقى انت موقفك احسن بكتير اما تيجي تعمل ريزنج للفاند. زي ما بول جرام بيقول you should raise money only when you have a working business not just an idea. طبعا عشان تقدر تجمع فلوس لازم يكون عندك شركة، لان محدش هيجي يديك فلوس لشخصك، غالبا يحطها في المؤسسة الاعتبارية اللي هي الشركة مقابل اسهم. الطريقة الشائعة في مجال الستارت ابس اسمها سيفز يعني simple agreement for future equity. السيف بتضمن للمستثمر حصص في الشركة بتاعتك بدون تحديد قيمة الشركة الحالية، لان احنا لسه مش عارفين. في مصادر كتير تقدر تجمع منها فلوس لشركتك: angel investors, الانكيوبيترز، الاكسلريترز، الفينشر كابيتالست. انجل انفسترز عباره عن اشخاص اثرياء بيستثمروا في الشركات الصغيره الستارت ابس في المراحل اللي في الاول. غير ان هم بيدوك تمويل، بيدوك كمان علاقات وخبرات في الاداره. الانكيبيترز بتوفر مساحات عمل للشركه، تمويل بسيط وممكن خبرات بسيطه، تبقى غالبا في المراحل الاوليه للستارت اب. الاكسلريترز بتوفر دعم وغالبا بتعمل برامج مكثفه للستارت اب الصغيره عشان تحطهم على الطريق الصح. الفينشر كابس عباره عن صديق بتستثمر في الستارت ابس وعندها فرق تحليل تعرف تقول ايه الستارت ابس الحلوه والوحشه، وغالبا بيبقى فيه خطوره جدا في استثماراتها وبيبقى فيه تحليل كتير والعقود بتبقى معقده جدا. وغالبا دي بتحصل في سيريس A وسيريس B اللي هنتكلم عنهم كمان شويه. غالبا في الستارت اب كلتشر عمليه الفاند ريزنج او جمع الفلوس بتتم على مراحل. عندك البري سيد، السيد، السيريس A والسيريس B. البري سيد ده التمويل الاولي، غالبا بيبقى حد الستارت اب فاوندر نفسه ممكن يكون عامل بوت سترابنج، يعني هو اللي بيدفع فلوس التكاليف في الاول، او ممكن تكون من عمك غني جدا بيديك فلوس، قرايب، اصدقاء بيعملوا استثمار. غالبا في السيد ستيج بيبقوا مستثمرين ابتدوا يقتنعوا بفكره المشروع وابتدوا يعملوا انفستمنت مقابل حصص في الشركه عن طريق السيف اللي احنا قلنا عنه. السيريس A بتبدا تروح للفينشر كابيتالست وتاخد تمويل اكبر مقابل حصص اصغر في الشركه، وهنا بيظهر الفينشر كابيتالست. السيريس B ده بقى التمويل الاكبر، الشركه بتتوسع في كذا حته في العالم، وغالبا بيبقى فيه محامين ومحاسبين كتير جدا انفولد في الموضوع. في كمان خيار القروض، بس ما بننصحش بيه لان القروض والديون ممكن تعمل اعباء على الشركه في مرحله انت مش متاكد الموضوع هينجح ولا لا. الفاند ريزنج للستارت ابس مش حاجه سهله خالص، لكن مهمه جدا لنمو الستارت ابس. بعد مرحله MVP اتاكد جدا انت المشروع بتاعك جاهز ان هو ينجح قبل ما تاخد من اي حد فلوس. من خبرتي انا شفت ناس كتير جدا لو اخدوا فلوس قبل ما MVP بتاعهم يبقى ناجح جدا بيؤدي بعد كده المشاكل، والشركات بيحصل فيها مآسي وبتفشل فشل ذريع. حاول ما تاخدش فلوس من حد خالص غير ما يكون مش انت بس اللي مقتنع من الفكره، لا، في زباين من الشريحه المستهدفه بتاعتك مقتنعين بفكرتك جدا و they love the product that you offer. لان انت اي investment بتاخدها هتبقى عبء عليك لو المنتج مش مكسر الدنيا او ما حصلش الجروث اللي انت وعدت المستثمرين دول بيه. في الفيديو ديسكريبشن هتلاقي نموذج من السيف تقدر تعملها داونلود وتقرا اكتر عن الانفستمنت جايد. تابعوني عشان يجيلكم نوتيفيكيشن لما انزل الفيديو الجاي.